البيت اللي بيكون فيه المحبة والاحترام والتعاون، اللي بنقسم فيه الفرح والحزن وبنتبادل الضحك والدروس اللي بتعلمنا حياتنا، بيت العيلة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجكم بيت العيلة. وأنا هنا مش أقصد بيت العيلة اللي اتربينا فيه، أقصد كمان البيت الجديد اللي كل بنت هتتنقل عليه بعد جوازها. زمان كان دور المرأة في المجتمعات التقليدية كان محدود جدا، وكان بيتها هو عالمها الوحيد. مهمتها الأساسية كانت تربية الأولاد والاعتناء بالأسرة، وكانت عندها مسؤوليات محددة وتوقعات ثابتة عليها، كل ده بناء على التقاليد والدين وثقافة المجتمع اللي هي فيه. الزواج والعيلة كانت الغاية الرئيسية في حياتها. الشغل الأساسي بالنسبة ليها كان ولادها وزوجها. المرأة كانت المسؤولة عن كل حاجة: تدبير منزل، غسل ملابس، إعداد طعام، رعاية أطفال. كانت المرأة المسؤولة الرئيسية عن تربية الأولاد وتعليمهم القيم والآداب. التعليم ما كانش مهم للمرأة في المجتمعات القديمة. بالنسبة للكثير من المجتمعات التعليم كان مخصص بشكل أساسي للرجال. المرأة ممكن تتعلم بس بعض المهارات الأساسية للحياة المنزلية. مش بس كده، كانت المرأة محاصرة بقيود اجتماعية، قوانين معينة. كانت حرية الحركة والمشاركة في القرارات مقتصرة على الرجال. المرأة ما كانش ليها الحق في المشاركة في الشأن العام أو السياسة. والحق يتقال، شغل المرأة كان خارج المنزل كان نادر جدا. الأعمال التجارية والمهن الحرفية كانت بشكل رئيسي من نصيب الرجال. بس لازم نذكر إن الصورة دي ما كانتش صحيحة في كل المجتمعات. في بعضها كان للمرأة فرص أكبر للمشاركة في العمل والنشاطات الاجتماعية. كان بشكل محدود، بس الحمد لله الزمن اتطور وتحسنت حقوق المرأة وزادت فرصها في المشاركة في كل جوانب الحياة بشكل أكبر وأفضل. نقدر نقول إن خروج المرأة للشغل بيكون مفيد جدا وبيفيد حاجات كتير للمجتمع والاقتصاد. يعني المرأة لما تشتغل الإنتاج بيزيد، بالتالي الاقتصاد بينمو. المرأة بتمثل نصف الناس في المجتمع، فممكن تساهم بقوة في سوق العمل وتحقق استقلال مالي لنفسها ولأسرتها. الفلوس اللي بتيجي من عمل المرأة بتحسن المعيشة للأسرة، وبالتالي بتساعد في تلبية احتياجاتهم وبتحقق استقلال مالي لنفسها ولأسرتها. الفلوس اللي بتيجي من عمل المرأة بتحسن المعيشة للأسرة وبتساعد في تلبية احتياجاتهم وتحقيق استقرار اقتصادي. بناء على الشغل المرأة بتقدر تطور مهاراتها وتحسن قدراتها المهنية والشخصية، بالتالي بتحسن من نفسها وبتزيد ثقتها في نفسها. من غير كده خروج المرأة للشغل بيساعد في تعزيز المساواة وزيادة التنوع في مكان العمل. الفرص في الشغل مش مفروض تكون محصورة للرجال، لازم يكون فرص متساوية للرجال والستات في المجتمع والاقتصاد. بمشاركة المرأة في العمل بتكون لها تأثير اجتماعي كبير، بتبقى نموذج إيجابي للأجيال الجديدة، بتساعد في تغيير نظرة المجتمع لدور المرأة وقدراتها، وأيضا بتكون لها تأثير على سياسات المجتمع. لما المرأة بتكون شغالة ولها دور اقتصادي قوي تقدر تساهم في صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية. وبالطبع مع وجودها في الشغل بتحتاج تلاقي توازن بين متطلبات العمل ومسؤولياتها العائلية، وده بيبقى تحدي بس لكن مش مستحيل، وبتقدر تلاقي الحلول الناجحة. عاوز أقول حاجة، خروج المرأة للشغل بيكون خطوة مهمة جدا نحو تحقيق المساواة وتطور المجتمع والاقتصاد. بيبقى دورها مهم جدا في تحقيق النمو والازدهار في المجتمع. بالرغم إن المرأة بتتكلف بمسؤوليات جديدة في الشغل، بس برضه بتقدر تدير بيتها بسهولة وبكفاءة. لما عندها قدرة تنظيمية وإدارية بتقدر تتعامل مع المهام المنزلية بطريقة منظمة وفعالة. قدرتها على تنظيم الوقت بتساعدها نحو متطلبات الشغل والأسرة في نفس الوقت. بس في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها، اوعى يكون خروج المرأة للعمل على حساب بيتها وأولادها، لأن الضريبة هتكون خسارة البيت والأولاد. فلازم المرأة توازن بين حياتها في الشغل وحياتها في البيت. التوازن بين الشغل والبيت أكبر تحدي للست، وده بيكون بمراعاة حقوق زوجها وأولادها. لما تحقق المرأة التوازن ده بتبني علاقات أسرية تكون صحية وناجحة، كمان بتضمن الاستقرار والسعادة في البيت. إيه رأيكم نقول مع بعض شوية نصايح كده هتوازن بين حياتنا المهنية والأسرية؟ خلينا متفقين إن أول حاجة لازم تحاوري جوزك بشكل مستمر عشان تتكلموا عن التحديات والاحتياجات في حياتكم.
صدقيني ده هيساعدكم تفهموا احتياجات بعض وتقدروا تدعموا بعض في كل حاجة. حددي أولوياتك في الشغل والبيت عشان تعرفي ترتبي أهدافك وتركزي عليها عشان توصلي للتوازن اللي بتحلمي بيه. طب هقولك على حاجة، جددي وقتك بشكل منظم بين الشغل والبيت. حاولي تحددي وقت للعمل وأوقات للأسرة. استمتعي بكل وقت معاهم، ادي لكل حاجة حقها. وقت الشغل اشتغلي وركزي في شغلك. الوقت اللي هتكوني فيه مع أولادك ما تركزيش في أي حاجة غير مع أولادك وجوزك. لازم يكون في دعم متبادل بينك وبين جوزك عشان تحققي التوازن. جوزك لازم يدعمك في أهدافك المهنية ويقيم احتياجاتك الوقتية. جهزي لحالك ووقتك عشان تبقي قوية ومرتاحة نفسيا. الراحة والاستجمام هما اللي هيساعدوك في تحقيق التوازن الصحيح. خلاصة الموضوع، لازم المرأة توازن بين الشغل والأسرة. حقيقي ده هيحتاج منك مجهود جدا انت وجوزك. يمكنك تحقيق النجاح في الشغل وتكوني أم وزوجة محبوبة وداعمة في البيت. التوازن الصحيح هو اللي هيساعدكم في تحقيق السعادة والرضا في الأسرة. وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.